طبعا اول اجابه بتيجي على بالنا لما بنتسال السؤال المعهود: مين المهندس اللي خطط لحفر قناه السويس؟ بديهي كده بيجي على بالنا فرناند ديليسيبس. حابه اقول لكم معلومه صغيره، ان مش هو المهندس فرناند ديليسيبس اللي خطط لقناه السويس منذ البدايه، كان في ناس قبله خططوا الموضوع ده وبدقه. واكيد في حلقتنا هنعرف حكايه المهندسين اللي خططوا لحفر القناه قبل المهندس فرناند ديليسيبس. بداية أنا كنت حابة أعرفكم أن القدماء المصريين أصحاب أول فكرة لحفر قناة بتربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق نهر النيل، وكان ده في عهد الملك سنوسرت الثالث سنة 1874 قبل الميلاد، وكان اسمها قناة سيزوستريس. مع مرور الوقت القناة دي اتردمت، وبعدها تم افتتاحها وإعادة حفرها بأسماء مختلفة. يعني كانت أسمائها مختلفة بس هي نفس القناة. يعني كان اسمها مرة سيتي الأول، ومرة دورة الأول، ومرة بطليموس الثاني، ومرة قناة الرومان، ومرة قناة أمير المؤمنين، وده كان بعد الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص. واستمرت القناة دي 150 سنة، وده لحد ما جه الحاكم العباسي أبو جعفر المنصوري اللي ردم القناة اللي بتربط الفسطاط بالسويس، وردمها من ناحية السويس علشان يمنع الامدادات اللي بتوصل من مصر لأهالي مكة والمدينة، علشان خاطر قال ايه؟ كانوا معترضين على الحاكم العباسي. ويجي بعدها هارون الرشيد بجلالة قدره يفتحها وتتردم تاني. لا ده انتوا حيرتوا القناة معاكم كده، نردمها ونبنيها وبعدين نرجع نردمها تاني. لا ده في قناة لازم نشقها. حيرتوا القناة معاكم يا جماعة. ولما اكتشف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح، كانت مصر والبندقية ونابولي دول مدينتين في إيطاليا كانوا أكتر الدول المتضررة من الطريق ده. أمراء مدينة البندقية جمعوا بعضهم وجم على مصر، وعرضوا مقترح على السلطان الغوري إنهم يستبدلوا الطرق الصحراوية في النقل بالنقل عن طريق نهر النيل، وحفر قناة بتربط بين البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ولكن ظروف مصر الاقتصادية في الوقت ده كانت في اضمحلال، لأن كانت مصر في صراعات مع العثمانيين على الحكم. ومع مرور الوقت تقوم الحملة الفرنسية على مصر، ما أكيد كان ليهم أهداف من الحملة دي. أصدرت قرارات من حاكم فرنسا بجلالة قدره لنابليون بونابرت إنه يجي على مصر ويحفر قناة بتربط بين البحرين ويسميها قناة البحرين، وعليها يجي نابليون لمصر ويرستق أموره في القاهرة، ويخرج من القاهرة بمجموعة من المهندسين وعلى رأسهم مهندس اسمه لوبير علشان يعاين الموقع اللي هيحفر فيه عند السويس. ولكن لوبير صدم نابليون بقرارات غريبة، وقال له ان منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر المتوسط، ولو نفذنا وحفرنا القناة دي فمصر كلها هتغرق. اتصدم نابليون طبعا ورجع القاهرة من غير ما يحقق اللي اتطلب منه من حاكم فرنسا. نابليون ما كانش عارف يتصرف ازاي في الامر اللي اتطلب منه. فضل كده لغاية ما في يوم من الايام قابل مجموعة من المهندسين خريجين مدرسة البلو تكنيك، ودول معروف عنهم البراعة في الهندسة. جم في عهد محمد علي، راح واخدهم نابليون وطلع على الموقع عند قناة السويس وقال لهم شوفوا واحكموا وقولوا لي. لكن المرة دي المهندسين شافوا ان البحرين منسوبهم متساوي ومفيش بحر منسوبه اعلى من التاني. قالوا له يلا على البركة احفر القناة زي ما انت عايز. ولكن محمد علي باشا رفض حفر القناة الا بشروط، كانت اولها انه تضمن القوى العظمى اللي هي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي حاليا حيادية القناة، وبكده ضمن استقلال مصر. تاني شرط كان ان يتم تمويل الصرف والحفر بالكامل من خزانة مصر، وده بين حنكة محمد علي. ولكن شروط محمد علي وفكرته في انه يحفر القناة اتقبلت بالرفض، وتفشل الحملة الفرنسية على مصر، وتبعت فرنسا دبلوماسي فرنسي اسمه ماتيو ديليسيبس علشان يختار والي لمصر موالي لفرنسا علشان يحكمها. ماتيو ديليسيبس حب يراقب الموقف من بعيد ويدرس ايه طباع المصريين ومين الاقرب لقلوبهم، وشاف الضابط الالباني محمد علي هو الاقرب لشيوخ الازهر، فقال لك بس هو ده اللي عليه العين والنيه. وفعلا خده تحت دراعه وفضل يعرف منه كل كبيره وصغيره. ده مش بس كده، ده كان بيساعد محمد علي في كل اللي بيطلبه، وكان بياخد مشورته في كل حاجه. محمد علي شال الجميل ده فوق راسه وما كانش ناسي اللي عمله معاه ماتيو ديليسيبس. تمر الايام والسنين ويموت ماتيو ديليسيبس،
وبعدها يجي ابنه فرناند دي ليسيبس ويمسك قنصل فرنسا في اسكندريه. محمد علي يرحب بفرناند دي ليسيبس ترحاب يليق بمقامه، ما انت ابن الغالي برضه. ويعدي الوقت ويمسك سعيد باشا الحكم وبقى اسمه الخديوي سعيد. في الوقت ده كانت أسرة فرناند دي ليسيبس بتعاني من فقر شديد جدا في فرنسا. ففرناند دي ليسيبس قالك انا مش هقف اتفرج كده على اسرتي وهي بتضيع مني، وراح واخد اول سفينه متجهه لاسكندريه ونزل مصر وعرض فكره حفر قناه السويس على الخديوي سعيد. ولكن كانت المفاجاه ان الخديوي سعيد وافق على الفكره، على عكس ما كان محمد علي رافضها الا بشروطه اللي اترفضت هي كمان. دي ليسيبس حط تصور لمشروع حفر قناه السويس، وراح جايب مهندس فرنسي اسمه فوزان واسند له كل اعمال المشروع. ليه؟ هو من قلة المصريين. فوزان كان مسؤول عن الأمور اليومية اللي كانت بتحصل في الموقع، من أمور مالية وأمور هندسية وأمور للعمال ومتابعتهم في الموقع. وأثناء عملية الحفر في مشروع قناة السويس اللي كان ماشي زي السكينة في الحلاوة، يجي المهندسين خريجي مدرسة البولوتكنيك اللي كان قبل كده نابليون عرض عليهم فكرة إنهم يشوفوا هل فعلا يتم حفر قناة في المنطقة دي ولا لأ، وفعلا وافقوا وقال لك لا، ده الموضوع ده حق لينا احنا لان احنا اصحاب الفكره واحنا اللي وافقنا ان هو يتم الحفر في المنطقه دي. يقوم الخديوي سعيد منح الامتياز الثاني لفرناند دي ليسيبس لتشغيل وحفر قناه السويس للربط بين البحرين الابيض والمتوسط لمده 99 سنه، مقابل ان يكون الارباح للحكومه المصريه 15% من المشروع. لا ده كده مش عدل. بعد قرارات الخديوي سعيد بمنح الامتياز الثاني لفرناند دي ليسيبس بتشغيل قناة السويس لمدة 99 سنة، بدأ الحفر في 15 إبريل سنة 1859 واستمر لمدة 10 سنين، واستخدموا فيها مليون عامل من كل الجنسيات المختلفة. ولكن آلاف من العمال دي اتوفوا بسبب الكوليرا والأوبئة، غير انهم كانوا بيساقوا لعملية الحفر في قناة السويس، يعني الموضوع كان بالنسبة لهم اجباري مش اختياري. والزقازيق كانت مدينة لفرز العمال، يعني التخين كان بيجي كده واللي صحته كويسة وعافية ويقدر ان هو يحفر كانوا بياخدوه، والرفيع والنحيف اللي ما عندوش صحة والعجزة وكبار السن كانوا بيجوا هنا وما كانوش بياخدوهم في الحفر، لان احنا مش هنستفيد منكم بحاجة فخليكم مكانكم احسن. 15 اكتوبر سنة 1869 تم الانتهاء من حفر قناة السويس زي ما خطط فرناند دي ليسيبس بالظبط، وعملوا حفل اسطوري عظيم جدا لافتتاح مشروع قناة السويس، وكانوا مأمنينه بشكل عبقري ووزعوا الجيش وقوات الجيش المصري على ضفاف المشروع. وتيجي سنة 1875 تتعرض مصر لأزمة مالية واقتصادية كبيرة جدا، اضطر فيها الخديوي اسماعيل لأن هو اللي كان ماسك الحكم وقتها انه يبيع أسهم مصر في قناة السويس، وباعها لمين؟ لبريطانيا، ووقتها باعها ب100 مليون فرنك. وتفضل الأزمة المالية والاقتصادية دي مستمرة في مصر، وتتشكل لجنة لحل ديون مصر والحل أزمة مصر، قال يعني قلبهم علينا. يقوموا مشترين حصة مصر في مشروع قناة السويس اللي هي نسبة الأرباح بتاعته 15%، يعني مصر كده ما بقاش ليها حاجة في مشروع قناة السويس. وفي سنة 1910 تتقدم شركة قناة السويس للحكومة المصرية بطلب لمد الامتياز اللي كان هينتهي في نوفمبر سنة 1968 لمدة 40 سنة. ما الموضوع زغلل في عينيهم ونشنش معاهم وبقى عال. وقتها هما ما كانوش عارفين ان المد ده هيفتح باب جهنم عليهم، لان الحركات الوطنيه بقياده محمد فريد قامت بهجوم شرس. ده مش بس كده، ده كان في محاوله لاغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي لانه كان مدعم فكره المد. وعليها قام المحلل الاقتصادي طلعت حرب وسمير صبري باشا بكتابه تقرير عن المد وخسائره الماليه اللي هتحل على مصر من المد ده. في 26 يوليو سنة 1956 يعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر قرار تأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بعد ما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية قرار دعم تمويل السد العالي. ما هو لازم يكون لكل فعل رد فعل، وحاولوا يثبتوا ان مصر مش جديرة ومش كفء ان هي تدير شركة قناة السويس. بس على مين؟ ده المصريين قدروا يثبتوا كفاءتهم في إدارة شركة قناة السويس. عرفتوا بقى إن فكرة حفر قناة السويس ما كانتش وليدة من المهندس فرناند دي ليسيبس، لا ده كانت من أيام الفراعنة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم بحلقة جديدة من اعرف التاريخ.